في أي جيل وأي جيل ومن أين أتى هذا الجيل وفي أي زمان نحن حينما نرى في كل يوم من يقدح إما بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو بأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أو بأحد من الصحابة. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد. أي جيل وأي زمان هذا ما بلغنا معشار ما آتاهم الله جل وعز من حزم وإيمان ونصرة للدين ووقوف مع خاتم الأنبياء والمرسلين، ثم نتطاول عليهم بألسنتهم غمست بالدم قبل أن تغمس بالقرآن والسنة. فأي جيل هذا؟ فكيف أمة الإسلام تؤذى بذكر الصحابة والطعن في الصحابة؟ كيف أمة المليار تؤذى بالطعن في أحد الصحابة أو في جل الصحابة؟ آذوا الأحياء بأموات العظماء ومن قبل من؟ من قبل من؟ ما علمنا عليهم خيرا، ما علمنا عليهم خيرا، ولكنه زمن ينطق به الرويبضة، ولكنه زمن ينطق به الرويبضة. لا تقم الساعة حتى يتكلم الرويبضة. قالوا يا رسول الله من الرويبضة؟ قال رجل تافه يتكلم بأمور العامة. فكيف لو جمع التفاهة والسفه وقلة العلم بأن يطعن بأحد الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سب صحابتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صاحبي ولا نصيفه. كل يوم ينعق ناعق عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي ينتقص قدر عظيم معاوية رضي الله تعالى عنه، رجل وأسد من أسود الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمعنا الله في دار كرامته ومستقر رحمته. معاوية ستر الصحابة، من تكلم عن معاوية تجرأ على كل الصحابة أي كان. معاوية كاتب الوحي وأمين الوحي وصهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. معاوية كان خليفة على الشام أمره عمر ثم عثمان، يكفينا أن عمر وثق به أن يكون أميرا على الشام. معاوية رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. هذا معاوية. عمير أحد الصحابة لما سمع انتقاص لمعاوية قال لا تنتقص من معاوية فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به وقه العذاب، وقه العذاب. فكيف يحكم أقوام بأن معاوية من أهل النار والعياذ بالله؟ اسمع ماذا قال الإمام مالك، قال أرادوا أن يطعنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام فما استطاعوا فأتوا إلى أصحابه. بالأمس القريب أحدهم طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت الدنيا ولم تقعد، وبعدها جاء رجل طعن برسول الله فقامت الدنيا ولم تقعد، وبعدها جاء رجل طعن أيضا برسول الله، ثم طعن في معاوية رجل آخر. كل يوم لهم شأن. هكذا هم يريدون استهداف الإسلام بحملة الإسلام، يريدون انتقاص الإسلام واستهداف الإسلام بحملة عظماء الإسلام للإسلام. أما والله لا، إن في هذه الأمة خير إلى يوم الدين. أحفاد عمر وأبي بكر وعثمان وعلي ما زالوا بين ظهورنا، حملة الإسلام ما زالوا يتنفسون الهواء فوق أديم الأرض وتحت السماء. لن يطال أحد ولن يستطيع أحد ولن يجرؤ أحد على أن ينتقص من خير الأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي لنا أقوام والله ما علمنا أنهم نصروا الدين، وما علمنا أنهم قالوا كلمة حق عبر السنوات والسنين.
ثم ينتقصون من عظيم، ينتقصون من عظيم. أهكذا تربينا يا معشر المسلمين؟ لا والله، لا والله. لهكذا من نظر في سيرة معاوية رضي الله تعالى عنه يجد حنكة، يجد دهاء، يجد رجلا عبقريا، يجد صحابيا جليلا.